5 علامات تدل انك في علاقة العمر الحقيقية. يلا بينا نعرفهم. في البداية ما تنساش تعمل لايك وتدوس زرار الجرس علشان ما يفوتكش اي جديد. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. ولو عايز تحجز استشارة خاصة معايا في اي مشكلة في حياتك، يسعدني جدا انك تتواصل معايا على الموقع ده وتحجز استشارتك. يلا بقى نعرف ايه هما ال5 حاجات اللي تبين اننا في علاقة العمر الحقيقية. العلامة الاولانية، توأم روحك او صاحب عمرك ده مش بيسيبك تفكر كتير، مش بيسيبك تقعد تخمن، ما بيتقلش عليك، ما بيفضلش يعمل ويمارس العادات اللي هي يعني ينفض وما يردش على التليفون. لا خالص، مش بيسيبك تفكر كتير. هو غايب ليه بقاله فترة؟ هو ليه ما بيسألش عليا بقاله كتير؟ بيأمنك وبيطمنك. حتى كمان لو معرفش يرد على التليفون، لو انت اتصلت بيه مثلا وهو معرفش يرد على التليفون لسبب او باخر، تلاقيه مثلا راح باعت لك رسالة على الواتساب او باعت لك رسالة SMS يقول لك معلش انا مش هعرف ارد عليك دلوقتي لان انا في اجتماع او مشغول. مش بيسيبك تفكر كتير. فالشخص اللي زي ده شخص انت بتبقى حاسس وانت في العلاقة معاه انك في ايد امينة، بتبقى حاسس وانت في العلاقة معاه انك مطمن، بتبقى حاسس وانت في العلاقة معاه انك مرتاح. ليه؟ مش بيسيبك تخمن ويهرب ويختفي ويظهر وانت دماغك تقعد تجيب وتودي. طب يا ترى هو حصل له ايه؟ طب يا ترى هو ما بيردش ليه؟ طب يا ترى هو ليه؟ ايه اللي حصل له؟ ما بيسيبكش ابدا ابدا في الحالة دي او في المشاعر دي. العلامة التانية، متقبلك زي ما انت بعيوبك قبل مميزاتك. وده الشخص فعلا اللي بيحب بجد. اللي بيحب بجد اي بني ادم بيتقبله زي ما هو بعيوبه قبل مميزاته. لان احنا كلنا مليانين عيوب. هتعرف تتعامل معايا مع عيوبي دي ولا مش هتعرف تتعامل معاها؟ وكمان بيقبلني بمميزاتي. عارف يعني ايه بيقبلك زي ما انت؟ بيقبلك بلونك، بشكلك، بحجم جسمك. ما بيقولكش انت تخينة او ايه ده انت تخين، او انت رفيعة قوي، او انت رفيع قوي، او ايه الكرش ده. هو ما بيشوفش الكلام ده خالص 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 خالص. عشان كده نلاحظ في بعض مثلا العلاقات اللي احنا بنشوفها من وجهة نظرنا ان هي غريبة، البنت زي القمر وبيضة وحلوة وهو اسود وشعره اكرت ويعني وشكله صعب، بس بتحبه جدا وما هي شايفة غيره. ليه؟ لان هي مش باصة للشكل، هي مش باصة لونه عامل ازاي او شعره عامل ازاي، هي متقبلاه زي ما هو. فشريك العمر الحقيقي وتوأم روحك هو بيتقبلك زي ما انت بعيوبك قبل مميزاتك. وخد بالك مش بيدخل في وسط الكلام كده الحاجات اللي هي زي إيه انت تخنتي قوي، بحيث يقولك والله عشان انا بقولك كده عشان اشوفك والله حلوة واجمل من اللي انت عليه. ما بيرميش الكلام اللي هو من تحت لتحت ده، لان الكلام ده عيب، ما ينفعش. انت متقبلني زي ما انا. ما بيجيش مثلا بعد الجواز يتغير ويقولك لا احنا ما اتفقناش على كده. يبقى متفق معاكي مثلا ان احنا بعد الجواز هسيبك تعملي اللي انت عايزاه، ويتحول تماما بعد الجواز يقولك لا الجواز حاجة تانية، اللي فات ده كان حاجة، ايام الخطوبة الكلام ده كان حاجة، ودلوقتي الكلام بقى حاجة تانية. لا 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 لا، ما بيعملش خالص الكلام ده. العلامة الثالثة، بيسمح لك انك تاخد راحتك بره العلاقة. يعني ايه؟ معظم الناس الأنانية جدا في العلاقات بيبقى عايزك تدور حواليه هو، ما انت شايف غيره هو، ما بتتكلمش الا معاه هو، قافل عليك ومش بيديك اي مساحة او اي حرية ابدا ليك. لكن الشخص الصح توأم الروح بيديك مساحتك، بيديك أريحية في العلاقة. لو انت عايز تطلع تشتغل اطلع اشتغل، لو انت عايز تروح في اي مكان روح. ما بيضغطش عليك، ما بيخنقش عليك، بيسيبك تنطلقي في اي حاجة انت عايزاها. وده اللي بيخلي العلاقة جميلة والله، انك تديني مساحتي، انك تديني حريتي، وانت متابعني في نفس الوقت وبتشاركني في كل حاجة انا بحبها. العلامة الرابعة، مشاعرك بالنسبة له يعني حاجة كبيرة قوي قوي قوي، مش بيتفه منها. مش لما يلاقي عندك مشكلة يقعد يقولك يا عم ما كل الناس عندها مشاكل، هي جت عليك يعني، وتحسه كده ان هو بيتفه من الحالة اللي انت واصل فيها. ابدا والله، العلاقة بجد اللي فيها امان ما بيتفهش ابدا مشاعرك، بيحسسك انك مشاعرك دي كبيرة قوي عنده. بيقولك ما تقلقش، خلينا مع بعض، طول ما احنا مع بعض احنا اقوى، طول ما احنا مع بعض احنا يعني هنتجاوز اي مشكلة في حياتنا. توأم الروح
وصديق العمر مشاعرك كبيرة قوي 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 عنده، مستحيل ابدا ابدا ان هو يتفه منها. عصبيتك بيقدرها، حزنك كمان بيقدره، مشاعرك كلها بيقدرها، مش بيتفه منها ابدا. رقم 5، بيقدر قوي لحظات ضعفك، وبيكون عارف ان الحاجة دي بتضعفك، فعمره ما بيضغط عليها، مش بيستفزك ويعندك، مش بيضغط عليك في الحاجة اللي هو عارف ان دي بتضعفك. لا لا خالص. كلنا بيجيلنا ايام واوقات بنبقى ضعاف جدا جدا جدا، مهما كانت شخصيتنا قوية ومهما كانت احنا في حياتنا يعني واصلين لمناصب عالية، كلنا بيجيلنا لحظات ضعف كتيرة قوي قوي قوي. توأم روحك وشريك عمرك عمره ابدا 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 ما بيقلل من لحظات ضعفك دي. لحظات ضعفك بيكون هو السند، لحظات ضعفك بيكون هو القريب والحبيب وكل حاجة في حياتك. وافتكر سيدنا محمد لما نزل من الغار بيقول زملوني زملوني، السيدة خديجة خدته في حضنها وكانت هي السند والظهر، أمنته وطمنته وقالت له والله لا يخزيك الله أبدا. هو ده شريك العمر، هو ده شريك الحياة، هو ده الشخص الصح ووليف الروح اللي انت تكمل مع حياتك بكل سهولة. ولو انت وصلت للحظة دي في الفيديو فأحييك وأشكرك جدا انك وصلت للنقطة اللي احنا وصلناها حالا. ما تنساش لو عايز تحجز اي استشارة انا في خدمتك على موقع ahmedalfatih.com. احجز استشارتك وانا في خدمتك، وقول لي ايه تاني من الصفات اللي انت شايفها من وليف الروح او توأم الروح او شريك الحياة الصح، مواصفات تانية موجودة، وقولها لي في الكومنتات. واشوفكم على خير.